الصلاة طبعا في المقام الأول. بالظبط. حاجات بتبقى انت مش شايف قيودها اصلا، هي بس هي بالفعل مكتفاك. عبد لشهواتك. حتى الادمان الايجابي مش دايما مفيد. في الوقت دوت فأنت جهادك دلوقتي هو جهاد النفس. بالظبط، هي اول خطوه في التغيير انك بتخاف. الرياضة دي من أكتر الحاجات اللي بتربي الشباب. انت مش هتتغير من بره غير لما تتغير من جوه. احنا مشكلتنا ان احنا قلبين الآية، احنا قلبين العكس. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد او مختلف شوية، وهي عن حاجات بتأثر على علاقتك، بتأثر على حياتك بشكل عام، وعلى علاقتك بربنا بشكل خاص. سواء بشكل سلبي او ايجابي. فانا يوسف، انا محمد. فانت شايف يا محمد في الموضوع ده ايه من انا وجهة نظرك؟ انا شايف يا صديقي ان احد الحاجات اللي هي بتاثر علينا بشكل سلبي هي الادمان الصامت، اللي هو ربنا قال عليه ارايت من اتخذ الهه هواه. فانا شايف ان احنا من ضمن الحاجات اللي مش لازم تبقى ادمان كبير، مش لازم يبقى مثلا حاجه مخدرات او حاجه تتشرب او ادمان قوي. ممكن يبقى ادمان بسيط صغير زي مثلا ادمان التليفون، زي انك ترضي الناس بشكل سلبي، مش اللي هو تخليهم مبسوطين بأيا كان التمن اللي انت هتدفعه يأثر عليك بالسلب. ممكن تفكير سلبي، تفكير شهواني، اللي هو من غير ما اشرحه هو واضح من اسمه. فممكن بشكل لا واعي هو ده اللي يأثر عليك، هو ده الإدمان السلبي، اللي هو ممكن ما تكونش انت حاسس ان انت مدمن حاجة أصلا، مع انك مدمن فعلا، ماسك التليفون طول اليوم، بتتفرج على حاجة معينة طول اليوم، حاجة. يعني في ناس بتقول حتى الإدمان الإيجابي مش دايما مفيد، انك تتفرج على حاجة دايما إيجابية مش دايما مفيدة. انت ده برضو بشكل لا واعي هيأثر عليك، هيحس ان انت بيستنفذ من وقتك وبيستنفذ من مجهودك وبيستنفذ من عقلك. انت بقيت شايف ان انت ايجابي بمعنى بسبب ان انت بتتفرج على حاجة ايجابية بس. بمعنى ايه الحاجة الإيجابية دايما مش يعني حاجة مفيدة؟ مثلا انت فيديوهات تحفيزية بلا هدف، طول ما انت قاعد بتتفرج على فيديوهات تحفيزية، طب بتعمل حاجة بيها؟ لا، انا بتفرج بس. طول اليوم قاعد بتفرج على ناس بتشجعني اقوم اكمل اذاكر، اعمل حاجة معينة، انزل الجيم. قصدك قاعد ان انا حاصر نفسي بس ان انا انا بسمع. بتفرج بسمع، لكن اه انا بسمع، ما لكن بعملش اجي حاجة اجي اوريدي. اخد اكشن بقى فين مفيش. فهو ناس دايما، ففي ناس بتقول برضو ان الادمان الايجابي مش دايما كويس، مش دايما تبقى انت مدمن حاجه ايجابيه تبقى حاجه كويسه. انت المفروض لما تبقى بتتفرج على حاجه ايجابيه تعمل بيها اول حاجه، عشان تعرف بعد كده تكمل الدايره وتكمل بالعجله بتاعتك كده الطريق. ف فهو الادمان انت مش لازم دي تبقى حاجه ملموسه او باينه، لان انت في حاجات انت كلمة قصادك بيخليك تدمن الراحة. بالظبط، انت حاجات بتبقى انت مش شايف قيودها اصلا، هي بس هي بالفعل مكتفاك، هي حاجات سايباك ربطاك في مكانك. فمش لازم تبقى انت شايف قيودها، اللي هو مثلا حاجه زي التدخين او الحاجات اللي هي الكبيره اللي هي تبقى احنا عارفين ان هي ادمان، بس عارفين قيودها ايه وعارفين حلها ايه. في حاجات تانية بتبقى عارفين ان هي ادمان وبس مش عارفين ولا قيودها وعارفين حلها. في حاجات ما نعرفش بقى ان هي ادمان اصلا، زي اللي انا بقولك دلوقتي، اللي هو انت فاكر ان انت الفيديوهات التحفيزيه اللي انت تتفرج عليها دي خليك انسان احسن. طب هي فعلا احسن من انت تضيع وقتك في حاجات تانية، لكن ان انت متعملش بيها ده ادمان سلبي، مع انك بتتفرج على حاجات ايجابيه. ف ولما برضه هواك يتحكم فيك بشكل لا واعي، اه. هواك سواء بقى هواك في مشاعر او هواك ان انت بتعمل اي حاجه بتيجي في دماغك، سواء غلط. يعني هي طبعا لو غلط اكتر، لكن هي لو صح قلنا عليها الجانب اللي هو ممكن يبقى تدمن حاجه ايجابيه بشكل سلبي. لكن تدمن حاجه غلط بقى، ان انت طول الوقت يعني تبقى مثلا هواك متحكم فيك ان انت تضيع فلوسك مثلا في اي حاجه، تقعد تصرف. عايز اجيب هدوم، انزل اجيب هدوم، عايز اكل ده انزل اكل ده، عايز اعمل. طب ايه بقى للمستقبل؟ مفيش حاجه في المستقبل. فهو ده الادمان الصامت، اللي هو تحس ان انت كل حاجه فيك مدمنه بس انت مش معترف بده او مش حاسس بيه. عبد لشهواتك. بالظبط، انت مش حاسس بيه اصلا انت. اي شهوة انت بتحس بيها، انت حاسس ان انت عايز تجيب هدوم فانا انزل، حاسس ان انا جعان هاكل في اي وقت وخلاص وبشراهة مثلا، حاسس ان انا عايز اصرف هصرف، حاسس او شهوة اخرى ماشي دايس فيها. تبقى عبد لشهواتك بدون تفكير. بالظبط، فعشان كده هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة والسلام. افضل جهاد ان يجاهد الرجل نفسه وهواه. صحيح. انت احسن جهاد ان انت، يعني هو الرسول لما مش فاكر نص الحديث بالظبط، بس لما قال له بقارنه بين الجهاد في الحرب وجهاد النفس، قال له جهاد النفس اقوى. يعني انت فعلا انت بتصارع لنفسك، انت بتواجه في حاجات كتير، في نقط كتير، انت بتبقى لو لما بتاخد بالك منها تحس انها كبيره. وهو ده الجهاد دلوقتي اصلا. بالظبط، بالظبط، احنا في عصر كله جهاد النفس. بالظبط يعني، واصعب كتير من زمان، ما فيش اصلا جهاد في سبيل الله زي زمان يعني،
بالظبط. في الوقت دوت. فانت جهادك دلوقتي هو جهاد النفس. بالظبط، انت بشكل غير مباشر وبشكل مباشر وبشكل واعي وبشكل لا واعي بقى في ايدك كل حاجة غلط. التليفون قرب لينا كل حاجة غلط. كل حاجة دلوقتي بقت اه، سهل جدا انت بتكتين تخش عليها. فانك تواجه التكتين بقى بتوع نفسك اللي هم عايزين يدوسوهم دول، ده جهاد النفس دلوقتي. فده بالنسبة للجيل بتاعنا جهاد النفس، ان احنا نواجه الحاجات السهلة ان احنا نوصل لها دلوقتي. ممكن ما نقولش نواجه، ان انت بس ايه، تبقى رقيب على نفسك. بالظبط. ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: بل الانسان على نفسه بصيرة. انت لازم تكون رقيب على نفسك وبصير على نفسك، انت بتعمل ايه وبتفكر ازاي، وتكون مركز قوي على الحاجات اللي انت بتدخلها دماغك. بالظبط. مش هقولك الحاجات اللي انت بس بتعملها، لا، مجرد بس الحاجات اللي انت بتدخلها دماغك. انت بتتابع ايه، بتتفرج على ايه، بتتكلم مع مين، بتقعد مع مين. كل دي مدخلات بتخش دماغك وقلبك تلقائي، بتنعكس بعد كده بتطلع. بتبقى سلوك بقى. انت كنت بتدخل له طول الوقت، بتدخل لعقلك حاجات، ومرة واحدة هتتحول لسلوك بشكل انت مش واخد بالك منه اصلا. هتلاقي مرة واحدة بقيت انت بتعمل نفس الاكشن اللي انت كنت بتستنكره اصلا. بس انت هو عقلك خلاص شافه ان انت بتتفرج عليه في كل حتة، في الفيس، في الانستا، في التيك توك، في. مم. طب ما انت بتتفرج عليه كتير بقى، فخلاص ما هيبقى الموضوع سهل بالنسبة لك. ف فاحنا كلنا بنبقى عارفين ان في جوانا عيوب، عارفين ايه عيوبنا. دي اخطر على فكرة. يعني ده اخطر من الادمان كمان، ان احنا عارفين ايه عيوبنا وعارفين ايه الادمان اللي جوانا وعارفين الغلطات اللي احنا بنقع فيها. بس بنبقى خايفين نواجهها، خايفين نكسر الحاجز بتاعها، اللي هو احنا خايفين لما نطلع منها فنبقى نخش بقى في متاهات. فانت حتى جوه انت اصلا بتبقى جوه متاهه، بس خايف تطلع من المتاهه دي، تخش في متاهه تانية ما تعرفهاش. فانت بتبقى بتتفضل انك تبقى جوه المتاهه اللي انت عارفها. فده جزء من الادمان الصامت. احنا لو اتكلمنا عليه في الحلقه احنا ممكن نتكلم لبكره. فده جزء من الادمان الصامت، ان انت بتبقى مش عارف ان انت اصلا مدمن. بس انت اما تركز، اه فعلا ايه اللي انا بعمله ده فعلا بيأثر على حياتي بالسلب. اي حاجه بتأثر على حياتك بالسلب وانت مستمر فيها فده ادمان صامت. ممكن دي برضه حاجات داخلية. ممكن برضه انا بشوف من الحاجات الخارجية، ممكن اتكلمنا عليها قبل كده، لكن برضه اشرحها او اقولها بشكل مختلف المرة دي. هي علاقاتك. اه. العلاقات بقى في علاقات دايما تبقى سامة حواليك، وهنتكلم النهاردة يعني هركز اكتر على علاقات اصحابك يعني. احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا في الاهل والبيئه. بالظبط. لا، انا بتكلم بقى على يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال المرء على دين خليله. بالظبط. انت فاهم؟ يعني انت بتعمل زي اصحابك، انت اسلوبك زي اسلوب صحابك، بتعمل كل حاجة زي اصحابك. فانت نقي صحابك اللي انت مش انت بتتصرف زيهم بشكل انت عارف انت خلاص انت بتتصرف كويس، انت حاطط نفسك في بيئة كويسة، في بيئة صالحة. فانت بالشكل اللاواعي حواليك بتتأثر بيهم بشكل ايجابي وبشكل كويس. انت فاهم؟ وبرضو يعني النقطة دي برضو بقت من القرآن الكريم. موضوع آه، بيحفزك اكتر. الموضوع مش سهل، حتى ربنا يعني نبهنا الموضوع دوت في آيات من من آيات من سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتاه ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. ف صدق الله العظيم. الموضوع مش سهل ومش هين. انت قاعد مع صاحبك، انتوا مست- مبيحين لبعض كل حاجة. مثلا برضو من ضمن الحاجات اللي بتستفزني الشتيمة. مم. بتقبلوا ان انتوا تشتموا بعض في كل حاجة، على اساس ان هو عادي. هتقتصوا من بعض على فكرة يوم القيامة. بل مش الموضوع اكبر من كده، ان انت يعني انت لو بتشتموا انت وهو شتايم لبعض انت ده اهانة ادي ليك وسب ولأهلك لاهلك ولوالدتك. وابوك وامك وكل حاجه. إهانة كبيرة. يعني برضو ربنا قال الأخلاء يومئذ بسم الله الرحمن الرحيم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني انتوا هتبقوا أعداء يوم القيامة. يومئذ بعض لبعض عدو. هتقتصوا من بعض. اللي انتوا الهزار اللي انتوا بتهزروه دوت، ما كل دي ذنوب. هتيجي يوم القيامة هتقتصوا من بعض. شايف؟ مفيش صحاب، ما فيش صحاب، ما فيش اهل اصلا يوم القيامه. مفيش انت أهل. انت بتبقى نفسك تاخد اهلك معاك يعني في الجنه على طول، تاخدهم تخش يوم الجنه. بس انت فعلا انت ساعتها هتفكر ازاي انا اخش الجنه الاول. يوم يفر المرء من أخيه وأمه بالظبط. وأبيه وصاحبته وبنيه بالظبط. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انت عندك حاجه لازم اهرب انا، يعني اهرب انا اخش الجنه ازاي بسرعه. تاني إلا
الا المتقين. ربنا قال لك الا المتقين. التقوى دي يعني ما بقولكش يا سيدي تعامل كشيخ، بس تعامل باسلوب محترم، يعني تعامل ما تقللش منهم ولا من نفسك، ما تحطش نفسك في دايرة ان التعامل بينكم عبارة عن ذنوب جارية. انت فاهم؟ هتأثر عليك، هتأثر على قلبك دلوقتي. انا مقتنعين برضو ان كل الحاجات دي، الذنوب الصغيرة ديت، او اللي من وجهة نظرك صغيرة، الحاجات دي كلها تعمل ران على قلبك، بت 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 بتغلي في قلبك وانت مش واخد بالك، لحد ما هتيجي في الاخر وهتلاقي انت مش عارف تعمل، مش عارف تبعد عن ده، وفي نفس الوقت انت مش عارف تعمل الحاجة الصح. انت فاهمني؟ فاهم. بالظبط. ويوم القيامة كمان بقى، ده الأكبر، إن الموضوع ده بيأثر عليك يوم القيامة بشكل كبير جدا. أنت فاهمني؟ بس دي بيكون بالنسبة لي حتة العلاقات دي برضو. تنتقي أصحابك وخليلك كويس قوي، لأن زي ما الرسول قال: المرء على دين خليله. وبرضه انا قريت من كام يوم بوست على الفيس، كان بيتكلم برضه على الجزئية دي اللي هي الأصدقاء والأخلاق. كان شخص قابل يعني واحد جديد معاه في الشركة، فطلب الشخص الجديد ده طلب من الشخص التاني عايز دقيقة أكلم بس في التليفون. فالتاني هزر معاه وبتاع، المهم اداله التليفون في الآخر. ف... فحصل كده زي ما هو بيحكي بالظبط، إن هو خد التليفون، عمل منه كذا مكالمة، قال له هستأذنك أعمل كذا مكالمة. الكذا مم. مكالمة كان عبارة عن إيه؟ إيه. إن هو كان بيكلم صحابه يصحيهم أو يفكرهم بصلاة العصر. دي كذا فاظن هي مكالمة. دي النقطه اللي احنا بندور عليها كلنا، يعني هو كلم دوت، وبعدها دخل في صديقه التاني والتالت والرابع، فكرهم بصلاه العصر وبعد كده قفل خلاص. فلما الشخص اللي هو اداله التليفون ده قال له طب انتوا بتعملوا كده من امتى، او بتعملوا كده ليه؟ ف فقال له احنا بنعمل كده بقالنا سنه ونص، كل واحد متكفل باسبوع يفكر التانيين يصحوا الصلاه، سواء الفجر او الظهر او العصر، يقوموا يصلوا عموما، وما يفضلش ورا او يفضل وراهم غير وهم قايمين مصلين، يقفل معاهم وهو بيتوضى. فدي النقطة اللي احنا عايزينها، كمان دينيا وكمان في الحياة بتاعتنا. احنا عايزين فعلا صحاب ان هم ياخدونا من ايدينا كده، يساعدونا ان احنا نوصل مع بعض للجنة، وكمان ان احنا نوصل مع بعض للاهداف اللي احنا عايزينها، اللي هي اصلا جزء منها او اغلبها، الجزء الاكبر يبقى برضو ليه علاقة بالجنة بتاعت اللي هي وكون انت يوم الصاحب القيامة. ده. بالظبط. ابدأ بنفسك. بالظبط، يعني لازم تبدأ بنفسك انت، يعني انت لو هتفضل تدور، فلما انت تغير جزء منك تبقى انت الشخص اللي انت عايزه، يبقى في حياتك، هتلاقي نفسك لا اراديا بتقع في وسط ناس شبه دي، صح. عشان انت فعلا انت غيرت من نفسك، فعلا انت صدقت التوبة مع ربنا، صحيح. صدقت ان انت فعلا انا هتوب يا رب وارزقني بقى بناس تساعدني في كده. فعلا ربنا هيروح رازقك بناس انت ما تعرفش هم جم منين ولا هم كانوا فين اصلا. يعني انت كنت عمال يا لو كنت قابلتكم من زمان، انت زمان ما كنت صادق بس التوبة مع ربنا، اما صدقت التوبة مع ربنا فعلا راح واخد بايدك، راح الصحبة الصالحة عموما حاجة جميلة، ربنا يوعدنا بيها كلها يعني. امين يا رب. بس وبرضو يعني من ضمن برضو الحاجات اللي هي بتأثر على حياتنا بشكل سلبي، ان انت بتهمل نفسك وجسدك. اه. فكلمنا انت فيها الإهمال بقى دي. الإهمال وانا بشوف الإهمال الجسدي ده حاجة، يعني الرسول برضو وصانا عليها: ان لبدنك عليك حق. فاهمني؟ دي يعني حاجة دايما. بص بحب اتدبر الاحاديث والايات القرآنية بشكل اعمق. يعني كلام ربنا طبعا هو كلام، يعني كلام الله عز وجل، وكلام النبي برضه هو ما ينطق عن الهوى. يعني كل النبي قاله دي حاجات من وحي من ربنا، لازم ان احنا نتدبرها. يعني ايه ان لبدنك عليك حق؟ زي ما مثلا اتكلمنا عن شوية في حتة الاكل، ما تبقاش ان انت بتصرف في الاكل، بتاكل بجشع. لا، كل مثلا من اللي يكفيك. مبقاش مثلا ان انت مهمل بقى بشكل كامل بقى، تاكل اكل كله من بره، اكل كله دهون وحاجات وسكريات وحاجات دي كلها بتضر. وطبعا اهم حاجه انا بشوفها حاجه مهمه وجزء من حياتنا كلنا، للي عنده وقت او للي عرف يوفر وقت، انك تلعب رياضه، خصوصا لو انت في سن صغير. الرياضه دي من اكتر الحاجات اللي بتربي الشباب. هي مش بس بتعمل لهم مثلا صحة كويسة أو فورمة، أو على حسب بقى الرياضة اللي أنت بتلعبها إيه. لا، هي بتربيك بجد. الرياضة فيها إنك ما تحط برضو تكون مع مدرب كويس، وأنت باصص لها بشكل كويس، هتربيك. الرياضة أخلاق فعلا. بالظبط.
وبتربيك حاجة بقى من جوايا انا بشوفها اثرت عليا انا كيوسف. وبشوفها دايما ان الرياضة بتأثر. انا كمثلا كرياضة لعبتها مثلا كالجيم قبل كده، هو بيخليك تتغلب على ضعف اللي جواك تلقائي بشكل لا واعي. بالظبط. انت في كل مرة انت بتقوم بتنزل تتمرن، تروح تمرينك ايا كان التمرين ايه، وانت مثلا مش قادر او انت تعبان او انت قاعد عادي بس مكسل، في كل مرة انت اتغلبت على الضعف ده او لحظة الضعف دي جواك انت مش حاسس بيها، مش حاسس انك اتغلبت على حاجة، انت كل اللي انت عملته ان انت قمت، وفي شعور جواك ان انت عايز تقعد. الشعور ده جواك، الشعور النفسي اللي هو اللي انت اتغلبت عليه دوت، مع الوقت ده هيأثر على حاجات تانية في حياتك غير الرياضة. هتحس برضو ان انت في اوقات كتير في, في قرارات في حياتك هتحس مثلا ان انت حاسس بالضعف او انت مش قادر تعمل كده في حياتك، في مستقبلك، في شغلك، في علاقاتك مع اهلك او مع اصحابك او اي حد. هتحس بان انت في عز ما انت مش قادر تعمل حاجة، ممكن بيجيلك شعور ان انت لا هتقدر تعمل، او هتقدر تتغلب على دوت، بالظبط. لان انت اوريدي اصلا في حاجة اتكونت جواك ان انت بتقدر تتغلب على ده. برضه الإهمال الجسدي والنفسي خلينا نقول إن هو بيساعد الشيطان يخش لك. يعني لو أنت ما بتهمل نفسيتك، فأنت بتبقى قاعد على السرير متتحركش، ميكش نفسي أعمل أي حاجة. فأنت الشيطان بقى يروح جاي جنبك، طب أنت وبعدين هتفضل في الحياة دي كده؟ ايه يا عم ده هم ومش ويبدأ بقى ايه، هو ما بيصدق انت وقعت، فانا خلاص انا هكمل اه، عليك. ف فالشيطان هي دي اللي هو عايزه، ان انت تهمل نفسك وجسدك، ان انت تهمل الجانب الديني والروحاني مع ربنا، عشان هو يعرف يخش لك. لان انت طول ما انت مقوي الجانب ده هو مش عارف يخش لك، مستحيل. فاول ما هو انت بقى تلاقي نفسك بتهمل سنة، تفوت الصلاة دي، تفوت الاذكار، تفوت دي تفوت دي، وكلها حاجات انت شايفها ايه، هفوت الظهر اصلي العصر، النهارده مش قادر هصلي بكره ان شاء الله. الصلاة عموما دي اخطر حاجة. مفيش فيها تهاون او جدال او تهون بنسبة 1/10 ان انت تقول تأخرها، مش ان اه، انت ما ما انا بس بقول تصليهاش، لك لو انت بتبقى نفسيتك بقى انت انك مش تأخرها قادر اصلا. اقوم، خلاص هصلي العصر الصلاه الجايه. ما هو انت مش فاهم ان هو اصلا هو قاعد جنبك ما بيصدق ان انت قاعد. خلاص بقى احنا من الظهر للعصر هيقعد هو يكسلك انك تقوم تصلي العصر اللي انت قلت اصليه. وبعد كده بقى الجانب النفساني يخش عندك، طب يروح بقى ميأسك من كل حاجه في حياتك، ميأسك من شغلك، من اهلك، من نفسك، من تطويرك لنفسك، من اي حاجه انت بتعملها. خطوه الجيم، لما انت تكسل يوم واتنين وتلاته هتلاقيه بيقولك ياه انت هتروح تعيد من الاول، مع اني مش هروح اعيد من الاول عادي على فكره. ما تعيد يا عم الاول عادي. انت اصلا حتى لو عدت من الاول الحوار فعلا ايه المشكله؟ يعني ما انا هكمل عادي، ما انا هعيد من الاول وهكمل بدل ما انا افضل قاعد. بس انت الهدف، انا مش بلعب عشان انا بطلع بطولات او حاجة، بالظبط. انت بتلعب صحة لجسمك. بالظبط. انت فاهمني. فهو ما بيصدق انت تقع عشان بقى يخلص عليك. فانت برضو ما تهملش دي يعني، ولا بنفسك ولا جسدك، لان هم عليه ليك يعني هم جسدك عليه ليك عليه حق. معلش، هو ليه ليه عليك عليك حق. حق بالظبط. ونفسك نفس الموضوع. فما تسيبش الاتنين تغرق، الموضوع يغرق منك، وفي الاخر تقول هو انا مالي، هو انا وصلت كده ازاي. بس بجد من اكتر الحاجات اللي انا شخصيا حسيت بيها فعلا في حياتي، واثروا عليها بشكل لا واعي وتلقائي وبشكل ايجابي كبير جدا، الصلاة طبعا في المقام الاول. بالظبط. تمام. بتعلمك الهمة والنشاط، وفيها بركة، بتخلي حياتك بجد فيها بركة رهيبة. بس بجد ما حسيتش بالبركة في حياتي او ما بحسش بالبركة في حياتي بقد الاذكار. الاذكار دي بجد، دي سلاح، دي مش حاجة عادية، لا ده سلاح المؤمن بجد اذكاره، حصن المؤمن زي ما بيتقال. م- بجد حاجة سحر. الشيطان ما يقدرش يقرب لك طول ما انت قلتها، يعني مش هيقدر يعمل معاك اللي انا كنت عمال بقوله من شويه ده. بالظبط. انت طول الوقت قاعد، بتذكر الله، تلاقي اصلا في راحة نفسية. انت قاعد في راحة نفسية وسلام نفسي كده جواك. اي حاجة تيجي توسوس لك مثلا ان انت تقول لفظ خارج، او ان انت مثلا تتعصب، تعمل موقف مش كويس او سلوك مش كويس، او تتعامل مع حد بشكل مش كويس، هتلاقي انت تلقائي، انت خلاص انت عمال تذكر ربنا، تقول كلمة، تلاقي نفسك بتهدى. بتهذبك. بتهذبك. انت هي بتهذب نفسك فعلا. بالظبط. بتخليك بتزود فيك حته الاحترام لنفسك قبل ما تحترم الناس حتى. تحس انت لو قلت كذا طب ما هم هيردوا عليا بكذا، فانا كده احترمتهم واحترمتني.
فانت هتحس ان انت من جواك، وبرضه ما شلتش الذنوب وما شلتهمش ذنوب، لان انت لما تقول دي هم هيردوا بدي، فخلاص انتوا الاتنين شلتوا. اه. ف... فبتهذبك وبتهذبهم، وبتهذب ازاي تتعامل مع الناس. فهي مش بس ليها فوائد دينية، لا دي ليها فوائد دنيوية، وليها فوائد على نفسك، وليها فوائد في كل حاجة. وإلا ما كانش الرسول وصانا بيها، ولا كانت ذكرت. هي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وبرضه وسلم. في عليه الصلاة والسلام في حاجة برضه، برضه بشكل واعي كده بتبقى جواك، بتخليك ان انت بتأثر على حياتك بشكل سلبي شوية. الخوف من التغيير. دي صح. يعني هي انت شايف مثلا ايه في الموضوع ده زي كده؟ آه، انا شايف ان الخوف من التغيير ده يعني تقريبا هي خطوة في حياتنا كلنا. مفيش حد ما بيخافش من التغيير. هي اول خطوة في التغيير انك بتخاف. بالظبط. يعني انت اصلا انت هتيجي بتبدأ حاجة او بتعمل حاجة، تحس ان انت يا هعمل. الخوف ده انت على الطريق الصح كده، ده بالظبط. انت انت كده كده تمام. انت بدأت الخطوة الصح، يلا بقى كمل. انت ايه هبدأ كل ده؟ انت مش هتبدأ كل ده. هو بس هي الفكرة في الحتة الأولانية. وبرضه يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انت مش هتتغير من بره غير لما تغير من جوه. خليك عارف كده، انت لازم تغير نفسك من جوه. لازم تقرر من جواك ان انت هتنضبط. ومش تقرر بس ان احنا بنقرر وما بنعملش. تقرر وتاخد خطوة. هتقع الخطوة التانية مش مشكلة، بس الخطوة التالتة هتمشي. الخطوة التانية الرابعة هتقع، الخطوة الخامسة خصوصا هتمشي. خصوصا في علاقتك مع ربنا والتوبة. بالظبط. ما هتقع ما ال... تقفش، كل ما تقع قوم. الانسان الصالح هو مش الانسان اللي طول حياته صالح وما بيفوتش فرضه وما بيعملش ذنب، ومش الانسان اللي ما بيذنبش. الانسان الصالح هو الانسان اللي على طول بيتوب، اللي بيجدد توبته. بالظبط. هو بيذنب، انت اصلا انت انسان خطاء، انت بتذنب وبترجع. هو ده الصلاح، ان انت بترجع اواب تواب. بالظبط. الرسول قال الصلاة صلى الله عليه والسلام. وسلم، قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يستغفرونه فيغفر الله له. فانت اصلا انت مخلوق فيك الصفة دي. بس انت يعني انت مطلوب منك زي ما قلنا ان انت تواجه نفسك. انت مطلوب منك ان هو افضل الجهاد انك تجاهد نفسك. تجاهد بالظبط. نفسك. ده افضل الجهاد. فانك تخيل بقى ان انت تجاهد نفسك وفي الاخر وتتوب، تجاهد نفسك وتتوب، تقع وتقوم، تقع وتتوب. فانت الشيطان هو دوره انه يوقعك، وانت دورك انك تواجه. انت عايز تخش الجنة ازاي؟ فبالظبط هو كل حاجة ليها ضريبة. فالجنة ضريبتها كبيرة، لازم تدفعها عشان تخشها فعلا، انت ربنا تستحقها. حطك في الدنيا عشان كده اصلا. انت في اختبار. بالظبط، ورمى كل الشهوات دي حواليك، كل انواع الشهوات والملذات اللي بتدعوك ان انت تذنب او بتدعوك ان انت تبعد عن ربنا، وزرع برضه فيك حتة الجهاد. انت بقى اللي قادر تستغلها وتبص عليها وتنمي تركز على الموضوع ده جواك، ان انت دايما تجاهد نفسك تجاه شهواتك، تجاه لحظات الضعف، تجاه خصوصا مع علاقتك بربنا، الصلاة والاذكار والكلام. الصلاة بالذات مينفعش ان انت تجاهد ان انت تتهاون معاها، ان انت لا عادي او تأخرها، لا. لا. تعمل إيه؟ انت في المقام الاول جاي الدنيا عشان تعبد ربنا. وما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق. طب ربنا مش عايزك تشتغل اصلا، ربنا مش عايز منك رزق. بالظبط. هو لو الجنة سهلة ما كانتش بقى اتخلقت بالظبط. النار. كانت يعني خلاص انت كله دخل احنا الجنة. احنا مشكلتنا ان احنا قلبين الايه، احنا قلبين العكس. احنا جايين انت شغلك في المقام الاول، تركز في حياتك في شغلك، وبعد كده ازاي عشان تاخد منه فلوس، وازاي الفلوس دي هتقدر في بيتك والكلام ده كله تصرف عليهم. انت فاهمني؟ فانت حاطط دايما شغلك والرزق والفلوس وكل الكلام ده في المقام الاول، رغم ده مش دورك في الدنيا اصلا، انت ربنا خلقك عشان تعبده. بالظبط. فحط ربنا في المقام الاول، وهو ربنا هيهون عليك الرزق، لان دي حاجات اصلا مش بتاعتك. وبس يعني ده الكل اللي اقدر اقوله ملخصا لكل اللي فات. حاولنا بقدر الإمكان نجمع شوية حاجات نقولها بشكل مبسط، ما حاولناش نطول في الحلقة دي عشان ما تبقاش حلقة مملة، ان هو انت طالعين نقول الحاجات اللي حاجة ممكن بسيطة، تبقى وسط. ونفضفض مع بعض كده عن حاجات بالظبط. بتأثر على علاقتك بربنا وعلى حياتك وبس. اتمنى ان شاء الله يعني تكونوا استفدتوا بالحلقة، وبإذن الله بإذن الله تكون الحلقة تكون خفيفة، ان وقتها ما شاء الله. كانش طويل. حاولنا بقدر الإمكان نسمع كلامكم ونقلل الوقت. وبإذن الله بإذن الله نتقابل الحلقات الجاية وإن شاء الله. فالسؤال بقى بتاع الجمهور اللي إن شاء الله هيجاوبوا عليه: لو هتبص لحياتك بنظرة صادقة، إيه العادة أو السلوك أو العلاقة اللي أنت شايف نفسك أو شايفها بيبعدك عن ربنا، وعايز تتخلص منها، وإيه الطريقة اللي أنت هتخلص منها إزاي؟ فقولوا لنا بقى، وإن شاء الله بإذن الله هنشارك معاكم برضو الإجابة زي ما بنعمل كل مرة. ودي كانت الحلقة الجديدة من بودكاست بدل القهوة، ونتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا بيها.